حكاية عشق مزدوج. كان لا يزال اليوم الثالث من زفافه، لم تره بعد بثوبه الموشى بالطين، ولم تدرك سبب خشونة كفيه وتورم أصابع رجليه. تقول في نفسها لعلها العزوبية وإهمال الشباب. كان لا يزال يلبس ثياب العريس مما لان وتلون، وأصناف الكريم على التسريحة لينت كفيه نوعا ما. نظرت إليه وابتسمت قائلة في نفسها: سأهتم بك، سأنسيك إهمال العزوبية والشباب يا زوجي العزيز. في اليوم الرابع انتهت إجازته، صلى الفجر وتجهز. فتحت المسكينة عينيها فكأنها لم تعرفه. عاد إلى ثيابه الموشاة بالطين وحذائه المجرح. إلى أين يا حبيبي؟ تبسم وأجاب: انتهى وقت اللعب يا حبيبة، نعود الآن إلى العمل. ثم انطلق كأنه إلى عرس جديد. اشتاق إلى حضن الأرض ومغازلة التراب. لم يألف هجران الأقواس والوقافات والأرضيات والكونغو والمعول والطورية والكريك والبايلة والستي. عاد إلى ميدان هيامه وساحة إلهامه. عاد إلى الأنفاق. أكمل شهرا بعد زواجه كآية من قرآن في هيئة ملاك، يراوح بين حبيبه الجديد وحبيبه القديم. يقضي الليل هنا والنهار هناك، وفي اليوم الموعود ودع زوجته الحبيب الجديد. تركها في خدرها بعد أن كحلت عينيها برؤيته، انطلق في سبيل الله من أجل أرض مسلوبة هي أغلى من كل غال. انطلق من أجل الأقصى المنتهك. انطلق من أجل أمة أصبحت ملطة للقيطة الأمم. انطلق من أجل الوطن ليعود في كفن. الشهيد المجاهد أنور الغلبان ابن وحدة الأنفاق بقلم قتيبة عبد الرحمن. من القلب للقلب يا إخوان.